مشاهدينا، حلقتنا اليوم اكشن، بروسلي، ع فان دام، ع كوماندو، ع رامبو، ع جاكي شان، ع جيت لي. حلقتنا اليوم فيها عنف، فيها كيك بوكسينج، فيها كونغ فو، فيها كاراتيه. حلقتنا اليوم حلقة رياضية. حلقتنا اليوم دفاع عن النفس، دفاع عن البرنامج عشان نفهم شو السيرة. جربنا كثير مجالات بس الرياضة مش أي رياضة. خلينا نشوف وراح أورجيكم مهاراتي وشو السيرة. مشاهدينا احنا مكملين في اولمبيك سبورت في كفر قرع. حابين نفهم شو السيرة. مرحبا. يا هلا. تعرفنا حالك؟ عروة أبو خليل. عروة يعطيك العافية. لا يعافيك. عروة شايفك هنا ما شاء الله بتشتغل منيح. شو جديد ولا قديم ولا شو وضعك؟ والله رجعنا بعد فترة غياب يعني أبو شهرين ثلاثة، وقفنا ورجعنا اليوم أول يوم. طيب شو السيرة؟ الواحد بده شوي يحرك جسمه، خبل الإنسان وتعب. مين فاز بكأس العالم 1990؟ 1990 البرازيل بنقول احنا بنحاول، أو إيطاليا. لا هي المونديال كان في إيطاليا، بس مش إيطاليا اللي أخذت الكأس. ألمانيا. مظبوط. دويتشلاند. إجابتك صحيحة. أنت كنت بألمانيا مرة؟ لا أنا كنت أبو سنة. مش عارف إنه فيها الرياضة يعني الحمد لله. طيب بدي أعطيك أنا هدية مقدمة لك من سوق الأمل خضار فواكه، عبارة عن قسيمة شراء قيمة 100 شيكل. وانت كملوا، نحن رايحين نلعب كيك بوكسينج. يا هلا فيك، يا هلا، اهلا وسهلا، الله يعافيك. هجمة مقطوعة تتحول على طول، ترجع للفريق من اوت. ضربة اوت. عميد بالكرة تتقطع منه لكنه بيخلصها، وحلوة حلوة حلوة. محمود بيسيطر على الكرة. محمود بيراوغ، بيمرر على طول ليوسف. يوسف بيراوغ، حلوة حلوة حلوة. رونالدينيو العادي، رونالدينيو. تتقطع الكرة، تتقطع للفريق الأخضر. الفريق الأخضر بس فيش حد معاه، ما فيش حد معاه. أنا يوسف عسلي، مدير قسم الرياضة، والدوري كما قلت هو من فعاليات أو من برنامج قسم الرياضة السنوي، ونحن اعتدنا استقبالا للشهر الكريم بأن ننظم هذا الدوري في كل عام. حلو شيلو. حلو. أنا محمد مصري من كفر قرع، عمري 22 سنة، الملقب بعسيس. أنت معي فريق تلعب؟ أنا فريق فلسطين. الله أكبر عليك يا زلمة، أحلى فريق. إن شاء الله فريق فلسطين بأخذ دوري رمضان في قرية كفر قرع. الله إن شاء الله. رح تتأهلوا بعد لدوري القطري ولا فيش دوري قطري؟ لا خلص هذا. خلص بس كفر قرع. هذا بصير يا زلمة. طب يعملوا قطري. كل بلد بتساوي في بلدها دوري. طيب حلو مش حلو؟ طيب وأنت شو بتلعب؟ هجوم، دفاع، وسط؟ هجوم. وإن شاء الله كم جول ناوي تجيب؟ ان شاء الله راح اخلص هداف الدوري. هداف الدوري. الشوط الاول خلص؟ تعرفنا ادهم مصري. يعطيك العافيه. يعافيك. شو رايك، هي اول مباراه ولا بعدكم؟ هاي اول لعبه. شو توقعاتك تخلص لكم؟ هي 3-0. ما هي نتيجه 1-1. 2-0 العدد. 2-0 لكم؟ مش مركزين احنا. شو السيره؟ طيب يعطيك العافيه، بنشوفك بالشوط الثاني. محمود بيخش، محمود بيراوغ، تتقطع منه وبيقولوا له ليه كده وجوه. هو جول. يا سلام. الله. هنشوف الإعادة مع بعض، وبينتهي الشوط الأول من المباراة النارية. معكم عبيد اسماعيل من كفر قرع، أستاذ رياضة ومدرب كرة قدم. ما شاء الله. طب شو السير يعني كرة القدم صايرة آخر كل سنة بتزيد الإقبال عليه؟ طبعا لعبة اللي خلينا نقول في العالم كله مشهورة وفي لها كثير مشجعين، والمستديرة خلينا نسميها لها محبين من صغار لكبار. وطبعا مثل ما بتعرف
يعني في جميع الجهات شوف ما تجيها فيها ربح مادي من قبل الجمهور او من قبل اصحاب المصلحه او من قبل اللاعبين، فبتلقى لها كثير مشجعين. عندنا مش بس احنا، كل الكره العربيه وكل مدننا طبعا تفتقر للموارد، من ملاعب، من ادارات مضبوطه، من ماديات مضبوطه، فبتلقى عدم اهتمام كافي بلاعبين اللي عندهم خلينا نقول موهبه اللي ممكن يصلوا فيها بعيد. اضافه لذلك خلينا نقول اليوم الاهل بفضلوا انه الابن يتعلم من انه يروح يلعب فوتبول. وبس برجع بالاساس يعني طلع على بلدنا ما فيش عندنا الملاعب المناسبه، ما فيش عندنا الامكانيات المناسبه انه اللاعب المنيح يتطور. طيب شكرا لك ورمضان كريم. رمضان كريم على الجميع ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلا هلا. شو شغال منيح انت؟ والله الحمد لله ضيعنا صرنا سنين بنتدرب، بدا الحياه بالك. تعرفنا على حالك؟ باسل المصاري. اهلا وسهلا فيك. شو هي لاي عضله بتشتغل؟ هاي بتشتغل يا عمي بايبسط، ايدين القدميه تشتغل. للايد؟ ما شاء الله. كم كيلو هاي؟ 15 كيلو. هي حموم. هي تحمي ايد كل تحلاي. يعني هاي ولا شيء، قصقصة بزر. هاي ستام هيك على خفيف. هاي نجرب انا. والله ثقيلي. لا والله عن جد ثقيل، بس هسه انا صار عندي خلل، صارت ايدي اليمين اقوى من الشمال. مبين بالعين يعني. طيب كل قد ايه صار لك تتمرن فتره؟ والله صار لي 3 سنين. 3 سنين، وكل في صار تغيير يعني جسمك كيف بكى؟ صح. انا بكيت يعني الكل بيعرف اني بكيت يعني ضعيف، بكيت كشي يعني. بتقوم السنه الثالثه صاروا كل مش معقول شو التغيير اللي صار عندك يعني. التدريب جاب نتيجه بالاخر. صح بتعب الواحد بس بالاخر في نتيجه. ومحافظ على التدريب؟ الحمد لله. رتسيني على الاخر يعني وبقطعش. كم يوم تتدرب الاسبوع؟ 5 ايام. 5 ايام؟ هسه ايام رمضان يخف التدريب عنده. يا زلمه 7 صرنا 5 هسه. لا مش هو، بس مع انه مش منيح كثير تدريب يوم. حتى لو اذا بتتدرب كل وقت بتتدرب بتنام بتتريح، فيش ولا بعيا يعني عندي. طيب ونظام الاكل بتغير عليك مع التدريب؟ انا الصراحه نظام الاكل يعني عندي ميزان. طيب نتمنى لك تكملون يومك في اولمبيك سبورت، ونقول لك رمضان كريم. رمضان كريم حبيبي، نعد علينا وعليكم الصحه. مشاهدينا خلصت حلقتنا لليوم من شو السيري، وبعدنا مش فاهمين شو السيري، وهي عروه مساعدنا وانا برضه في الميكروفون عشان انا مش قادر بحمل اثقال. بدنا نصير عضلات عندنا زيهم، عشان نفهم شو السير لازم يكون عندنا شو عضلات، فهمتوا؟ يعني قربنا نفهم حل البرنامج شو السيري. قديش هذول 10 كيلو 10 كيلو ما شاء الله. يلا مع السلامه.